بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما واجعلهما في الفردوس الأعلى هما وسائر موتى المسلمين آمين يا رب العالمين. سلام الله عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا كامل بألف ألف صحة وعافية. ما يحبوش ياكلوا لكم السلق، ولأول مرة في اليوتيوب جديد طاجين المسكوتشو بالسلق، جاي شهي جا روعة، بدون لحوم بدون دجاج بدون تونة. شوفوا ما شاء الله، كريمي مشخشخ بتفرميج، مشرب من داخل ماشي ناشف. كاملة فيديو. نبدأ في طريقة التحضير. بسم الله. هنا السلق تاعي البنات ربطة صغيرة ماشي كبيرة بزاف. كنت نقيته مليح وغسلته، حطيت له قطرات من الخل باش نعقمه، وعاود شللته مليح تحت العين كيما راكم تشاهدوا. قصيته رقيق وحطيته يفور. من الأحسن تفوروا السلق بما يفقدش المنافع تاعو كيما راكم تشاهدوا. طفيت عليه النار. نوحوا البطاطا. هنا البطاطا قشرتها وغسلتها مليح، حوالي كيلو ولا كيلو ونص. قد ما تكثروا البطاطا قد ما حيجي طاجين المسكوتشو تاعكم عالي. قصيتها دوائر ومن بعد قصيتها بالطول، ومن بعد نقصها مكعبات صغيرة كما راكم تشاهدوا. طريقة سهلة بالنسبة للمبتدئات. حطوا فوق اللوحة، قصوها دوائر ومن بعد قصوها بالطول ومن بعد قصوها مكعبات. حتجيكم ساهلة كامل، تعرفوا تقلوا البطاطا وتحضروها. احنا فقط نحضروا للمبتدئات. المقلة تاعي راهي تسخن ودوك نكمل حبيبات. هادو حطيت شوية ملح وهي سخنت المقلة تاعي كيما راكم تشاهدوا. نقلي البطاطا تاعي البنات. اللي وصلت معايا لهاد اللحظة ومش مشتركة نقولك اشتركي اختي العزيزة، فعلي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات. بالنسبة للاخوات مش قاعدة يوصلوهم الوصفات الاخيرة في القناة، حنقولكم عاودوا اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، ولما تفعلوا الجرس حتجيكم الكل، اضغطوا عليها حيلحقوكم كل وصفة نحطها. هنا البطاطا تاعي بعد ما طابت جبت الصحن وجبت القطار، راني نقطر فيها كيما راكم تشوفوا. طريقة سهلة لحد الآن. هنايا بعد ما قطرتها مليح في نفس المقلة، دوك نجيب طاوة ولا كاسرونة نحي الزيت. صبيت الزيت خليت شوية فقط وحطيت نص حبة بصلة مقصوصة في الرقيق، مغرفة صغيرة ملح. قلي مليح البصلة تاعي حتى تدبال. بعد ما دبالت البصلة تاعي راح نضيف لها مغرفة صغيرة هريسة، مغرفة صغيرة فلفل أسود. نقلي مليح. جبت ربع كاس تاع ما عادي من روبيني ولا بدرجة حرارة المطبخ. وهنايا الزوج راه ما يحبش الثوم، جاب لي هذه كريمة الثوم راهي ما فيهاش ريحة قوية، نصف ملعقة صغيرة. دوك تذوب معايا بكل سهولة كيما شفتوا. ثوم كريمي. نخلط مليح. التقلية هي اللي حتخلي الماكلة تاعكم تجيكم بنينة. وهنا السلق تاعي قطرته مليح في الكسكاس وجبته ربطة سلق صغيرة. هنا الوصفة البنات راني درتها بلا لحوم بلا دجاج. اللي تحب تضيف الفيونداشي، عندك فيونداشي حبيتي ديري اختي العزيزة كيما تحبي. انا درتها اقتصادية. ضفت ملعقة تاع فرينة وهنا كاس الا ربع من الحليب. في نفس المقلاة شغل راح نحضروا كريمة البيشاميل او كريمة الجبن. ماكش حازيتي تجيبي طاوة وتخدمي في نفس المقلاة، حنحضروا كلش ضربة واحدة. بعد ما شربت كمية الحليب وتحمصت مليح المغرفة تاع الفرينة، ضفت هنايا الجبن هذا البنات مرابي شيزي. صراحة عجبني، زاكي. خدمت به الوصفة كاملة. درتو كامل هذا تاع 13,000 على خاطر الوصفة كي تعود البنات بلا دجاج بلا لحوم بلا تونة. ما عليكم غير تشخشخوها بالفرماج ومتأكدة حتحبها العائلة، خاصة الولاد ما حبوش ياكلوا لكم السلق. لما تحضروه بهذه الطريقة متأكدة بلي راح يعجبهم. هنا البطاطا تاعي بعد ما بردت جبت 4 بيضات، حطيت لهم نصف ملعقة تاع ملح، عفوا تاع فلفل أسود، ورشة تاع ملح، ونخلط مليح. نفرغ البيض تاعي فوق البطاطا، خلطه بالفرشيطة بشوية فقط. خلطوا باش يدخل البيض يتشرب البطاطا مليح. دوك تشوفوا لما نهز بالفرشيطة لازم تكون متشرب، تكون البطاطا هذيك متشربة مليح في البيض باه ينجح معكم طاجين المسكوتشو. وهنا ضفت الجبن، تقدري تضيفي الدبشة او الكزبر، انا ما عنديش.
نفس الطريقة البنات اللي حضرتها معكم في طاجين المسكوتشو بالزيتون. ورق الطاهي قسمته، درتو علامة زائد، ودهنت المول تاعي تاع المسكوتشو بزيت نباتي ولا دهنوه بالزبدة باه تفاداو لما تقلبوه ما يلصقلكمش في بابي كويسون. انا حندير الطبقة الاولى تاع البطاطا، طريقة ساهلة كما شفتوا البنات، كونوا منظمين فقط حتجيكم بطريقة ساهلة في نص ساعة، وانتوما درتو غداكم ولا عشاكم. بالنسبة اللي راهم يصوموا الايامات هادو شهيتكم في الجنة تقدروا ديروه. وصفة راهي اقتصادية بدون لحوم بدون دجاج بدون تونة. طاجين المسكوتشو بالسلق، ولأول مرة على اليوتيوب كاين قراطة كنت كتبوا في اليوتيوب طاجين المسكوتشو في السلق، بالسلق عفوا، ما تخرجلكمش الوصفة. كاين قراطة كاين وصفات كثيرة دولمات السلق، بصح ما كانش طاجين المسكوتشو بالسلق. هذه أول وصفة في قناتي حصرية. وهنا عفوا السلق تاعي البنات زيت بالملعقه وحطيته في الفريجيدار لما برد كما شفتوا معلك. كل مغرفه تاع السلق نحط فيها واحد فرماج شيزي. انا قلت لكم الوصفه كي تعود بلا لحوم بلا دجاج، ما عليكم غير تشخشخوها بالفرماج، راح ياكلوا صوابعهم من كثره البنه. هنايا البنات حطيت طراف تاع فرماج في كل ملعقه تاع السلق، ونزلت هنا عندي زيتون اختياري راح يزيد لكم في البنه جا روعه مع السلق، عطالو بنه رايعه. اللي عندها دير، اللي ما عندهاش ما ديريش، فقط للتزيين. انا كما على بالكم راني نصور، لازمني نجيب لكم الوصفه في احلى حله باه كامل تروحوا تجربوها وتفرحوا العائله. واللي تجرب وصفاتي تكتب لي في التعليقات باه المشاهدين لما يقراو التعليقات راح يجربوا الوصفه. هنا زطفت البنات الجبن اللي بقالي، شتو ما شاء الله دايب بشيتها ب13,000 خدمت بها. درتو حطيت في السلق وحطيت في البطاطا وحطيتها هنايا في المول تاع المسكوتشو. ودوك نزيد نضيف هنا الطبقه الفوقانيه تاع البطاطا، مازالت لي كميه صغيره زطفتها من الفوقه. واش نقول لكم، مشخشخ بتفرميج وخلاص، ربعه. الكويزينيا اللي شعلتها البنات حطوا بلاطو في الوسط، شعلوا من الأسفل، حطوا المول تاع المسكوتشو في البلاطو، وانتم شعلتوا من الأسفل. لما تشوفوها المول تاع المسكوتشو تاعكم شغل البطاطا ولا تشكشك كتغلي، طفيو من الأسفل وشعلوا الجهة الفوقانية. ديما البنات حطوا كي تعودوا طيبوا ما تحطوش في الأسفل البلاطو، حطوه في الوسط وشعلوا من تحتها، ومن بعد لما يتشكشك شعلت عليه الجهة الفوقانية. شوفوا تحمر، دا هداك اللون الذهبي، جا روعة، شهيتكم في الجنة. دوك نجيب هنايا الصحن باش نقلبو، لازم يكون الصحن كتر من تاع المول تاع المسكوتشو، تقلب معاكم بكل سهولة. هنا مازالو شوية سخون، مازال ما بردش مليح. نتوما البنات عندكم الوقت خليوه يدفى شوية، انا مازالو دافي شوية سخون. كيما شفتوا الكارط راني ما قدرتش نحيه شويه حرقني، خليوه انا الكاميرا حاطه طفالي يدفى شويه، من بعد قلبوا نحولوا بابي كويسون. انا جبت الموس راني نقص فيه معاكم او حرقني. احسن نجيب الصحن. دوك نجيب الصحن باش نحطه في صحن التقديم، وحنزينو بحبيبات تاع زيتون. هنا راني جبت الصحن كيما راكم تشاهدوا شهيتكم في الجنة. نتمنى الفيديو ينالحقوا من المشاهدة، تبارطاجيو الوصفة مع الأهل والأحباب. كيما شفتوا بربطة سلق وشوية بطاطا وفرماج، وانتوما حضرتوا طبق أروع ما يكون بلا ما حنديرولو أي سوب ولا وحده، تقدموه في بلاصة البوراك اللي صايمين الأيامات هادو صيامكم في الجنة. نتمنى تجربوه. لا تحب ديروه باللحم المفروم ولا الدجاج كيما تحبي أختي، أنا درتها اقتصادية. وجربوه قبل شهر رمضان راهو على الأبواب، راح تحضروه في شهر رمضان المبارك وراح يعجب العائلة خاصة الأطفال. مشرب ماشي ناشف، مشخشخ بالتفرميج. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.